كنت واقف لوحدي في نص البحر، والموج حواليا هادي بطريقة تخوف. فجأة الشبكة بدأت تهتز. سحبتها وكنت متوقع سمك كتير، لكن اللي طلع لي كان شنطة جلد متقطعة وبتنزف مية سودة. فتحتها لقيت جثة، نص جثة، بس الجثة كانت بتتحرك، وسمعت صوت من جواها بيهمس بيقول اسمي. رجعت لورا، لقيت المركب فاضية، صحابي اختفوا، والدهب لسه بيلمع بس ريحته ريحة موت. أهلا بيكم في قصة جديدة من مذكرات قاتل. أنا إسلام مدحت، وبشكركم جدا على الدعم الرهيب في الحلقة اللي فاتت. ما تنسوش تدعموا الحلقة دي كمان، وتدعوا من قلبكم لأهلنا في غزة، ربنا يحفظهم وينصرهم. ويلا بينا ننزل بالإنترو، وبعدها نبدأ الرحلة اللي عمرها ما كان المفروض تبدأ. أنا الظل اللي بيكتب بالدم، وكل سطر فيا بينتهي بجرم. لو فتحت دفتر أقفل النور، دي مذكرات قاتل ما فيهاش رجوع. دي مذكرات قاتل ما فيهاش رجوع. أنا محمد، صياد من اسكندرية. عشت حياتي كلها على البحر، أعرف موجه وهواه، وأعرف كمان إزاي أخاف منه لما يزعل. بس اللي حصل في الرحلة دي ما كنتش أتخيل إني هعدي بشيء زي كده أبدا. كنا 5، أنا و4 من صحابي. أحمد اللي دايما عينيه في الذهب والفلوس، حسن الراجل الهادي اللي بيفكر كتير، خالد اللي ما بيخافش من حاجة ودايما يتريق على كل حاجة، وعلي أصغر واحد فينا لسه جديد على الصيد بس قلبه أبيض. كلنا كنا بنحلم برحلة صيد تجيب الرزق كتير، بس اللي لقيناه كان حاجة تانية خالص. كان يوم عادي، الجو كان صافي والبحر هادي زي الطفل اللي نايم. ركبنا المركب بتاعنا النور، وكان معانا شبكة جديدة اشتريناها من كام شهر عشان نصطاد بيها سمك المكرل اللي بيتباع غالي في السوق. طلعنا زي أي مرة بنضحك ونهرج، وخالد زي عادته يتريق على علي عشان لسه بيتعلم يربط العقدة الصح على الشبكة. بعد ساعات في المية رمينا الشبكة وبدأنا نستنى. كان في سكون غريب مش طبيعي يعني. البحر كان هادي زيادة عن اللزوم، والسماء بدأت تعتم شوية رغم إن الساعة كانت لسه 1 الظهر. حسينا إن في حاجة مش مظبوطة، بس محدش قال حاجة. بعد شوية لما بدأنا نشد الشبكة حسينا إنها تقيلة جدا. أحمد ضحك وقال: يا رجالة دي مليانة سمك، هنبقى أغنياء النهاردة. كلنا فرحنا وقلنا يمكن دي الضربة اللي هتغير حياتنا. لما طلعنا الشبكة كانت فعلا تقيلة، بس ما كانش فيها سمك. كان فيها شنطة قديمة متبهدلة، جلدها ممزق ومليان طين وملح البحر. كلنا بصينا لبعض مش فاهمين ايه الحكاية. خالد زي عادته قال: ايه ده، كنز القراصنة؟ وضحك. بس ضحكته ما كملتش لما فتحنا الشنطة. جواها كان في نص جثة، نص إنسان مقطوع من وسطه. اللحم متعفن ومليان ريحة موت خلت معدتي تقلب. كلنا اتجمدنا في مكاننا. علي اللي قلبه ضعيف جري على طرف المركب وبدأ يرجع. أحمد كان أول واحد يتكلم: ده إيه ده؟ مين اللي عمل كده؟ حسن كان ساكت بس عينيه كانت بتفحص الشنطة، وفجأة قال بهدوء: في حاجة تانية جواها. فعلا تحت الجثة كان في 10 سبائك ذهب لماعين زي ما يكونوا لسه خارجين من الفرن. هنا بدأ الخلاف. أحمد عينيه لمعت وقال: ده كنز، نرمي الجثة دي في البحر ونقسم الذهب بينا، مين هيعرف؟ خالد وافق على طول وقال: أيوة، إيه اللي هيودينا في داهية؟
دي فلوس جاهزة. بس أنا وحسن كنا مترددين. قلت لهم يا جماعة دي جثة لازم نسلمها للشرطة، الدهب ده ممكن يكون مسروق، وإحنا لو أخدناه هنلاقي نفسنا في مصيبة. علي كان معايا وقال بصوت مرعوب أنا مش عايز ألمس حاجة، دي مش حاجة كويسة. قبل ما نتفق على حاجة السماء اتقلبت فجأة. الريح بدأت تهب بقوة والموج بدأ يضرب المركب زي المجنون. في دقايق كنا في عاصفة ما شفتش زيها في حياتي. البحر كان بيزعق والسماء سودة زي الليل. حاولنا نتحكم في المركب بس البوصلة كانت بتلف زي السكرانة وكل الإشارات راحت. اتوهينا في وسط البحر وما كانش فيه أي أمل إننا نلاقي طريقنا. في اللحظة دي بدأت الحاجات الغريبة تحصل. أول حاجة لاحظنا إن الشنطة اللي فيها الجثة زي ما تكون بتتحرك لوحدها. أحمد قال إننا بنتهياله، بس أنا شفت بعيني الشنطة بترتجف على الأرضية. بعدين سمعنا صوت زي الهمس جاي من جواها. كان صوت خفيف زي واحد بيحكي حاجة بسرعة بس مش فاهمين كلامه. علي بدأ يعيط وقال أنا قلتلكوا دي مش حاجة كويسة، إحنا لازم نرجع الشنطة للبحر. في الليل العاصفة كانت لسه مستمرة وكنا كلنا مرعوبين. خالد اللي كان دايما بيتريق قرر إنه يتأكد من الشنطة. راح عندها وفجأة سمعنا صرخة. لما التفتنا لقيناه واقف قدام الشنطة، عينيه مفتوحة على الآخر وإيده بتترعش. سألناه إيه اللي حصل بس هو مردش. فجأة شال نفسه ونط في البحر من غير ما يقول كلمة. حاولنا ننده عليه بس الموج ابتلعه في ثانية. كلنا كنا في صدمة. حسن قال ده مش طبيعي، في حاجة غلط في الشنطة دي. أحمد اللي كان لسه مصمم على الذهب قال بلاش هبل، ده بس خالد كان سكران زي العادة. بس أنا كنت شايف عينيه وكنت عارف إن خالد ما كانش سكران. في حاجة شافته، حاجة خلته ينط في البحر. تاني يوم العاصفة هديت شوية بس كنا لسه ضايعين. الشنطة كانت لسه في المركب ومحدش فينا كان عايز يقرب منها. علي كان بيعيط طول الوقت وحسن كان بيحاول يهدي الموقف، بس أنا كنت حاسس إن المصيبة لسه جاية. في الليل أحمد اختفى. كنا بنحاول ننام بس لما صحينا ما لقيناهوش. دورنا على المركب كلها وفجأة لقينا دم على السطح. كان في أثر دم بيروح ناحية الشنطة وتحتيها لقينا إيده، بس إيده من غير باقي جسمه. علي صرخ وقال إحنا هنموت كلنا، الشنطة دي ملعونة. حسن حاول يهديه بس أنا كنت شايف الرعب في عينيه. أحمد كان أكتر واحد عايز الذهب ودلوقتي هو مش موجود. بقينا 3 بس، أنا وحسن وعلي. حاولنا نتحكم في المركب بس كل ما نحاول نلاقي طريق البحر يرجع يهيج تاني. في اليوم الثالث حسن قرر إنه لازم يعمل حاجة. قال إحنا لازم نرمي الشنطة دي في البحر، دي هي اللي جايبة المصايب دي. أنا وافقت بس علي كان مرعوب لدرجة إنه قال لو رميناها هتيجي تلاحقنا. حسن اللي كان دايما هادي قرر إنه هيعملها بنفسه. راح عند الشنطة وبدأ يشدها ناحية طرف المركب، بس فجأة سمعنا صوت زي عويل جاي من البحر نفسه. الموج بدأ يضرب المركب بقوة وحسن زي ما يكون حد شده من رجله. في ثانية كان طايح في المياه والموج ابتلعه زي ما ابتلع خالد. حاولنا ننده عليه بس ما كانش فيه أي أثر. بقينا أنا وعلي بس. الرعب خلى علي زي المجنون، كان بيتكلم لوحده وبيقول إن الجثة بتتكلم معاه.
أنا كنت بحاول أفضل هادي، بس الحقيقة إني كنت مرعوب زيه. في الليل قررت إني لازم أرمي الشنطة بنفسي، بس لما قربت منها حسيت بحاجة زي إيد بتمسك رجلي. بصيت تحت ما لقيتش حاجة، بس الصوت اللي سمعته، الهمس ده، كان بقى أعلى، كأن حد بيقول سيب الدهب. علي في اللحظة دي قام جري ناحية الشنطة وفتحها، شاف الجثة وصرخ صرخة كأنها هزت المركب. بعدها زي ما يكون حد سيطر عليه، شال سبيك الدهب وجري ناحية طرف المركب ونط في البحر. حاولت أمسكه بس ما قدرتش، كان زي اللي مسحور. بقيت لوحدي، المركب كانت بتتحرك لوحدها زي ما يكون في حد بيسوقها. الشنطة كانت لسه موجودة والجثة جواها زي ما تكون بتبصلي. حاولت أرميها مرة واتنين، بس كل مرة كنت بحس إن في حاجة بتمنعني. الصوت اللي في راسي كان بيقول الدهب ملكي. في اليوم الخامس شفت أرض بعيد، حاولت أوصل لها بس المركب كانت بترجع لورا زي ما يكون البحر عايز يحبسني. في النهاية استسلمت، قعدت جنب الشنطة وبصيت للجثة، حسيت إنها بتضحك. في اللحظة دي سمعت صوت خالد وأحمد وحسن وعلي كلهم بينادوا عليا من البحر، قالوا تعالى معانا. معرفش إزاي بس لقيت نفسي بنط في المية، الموج كان بياخدني، وآخر حاجة شفتها كانت الشنطة مفتوحة والدهب بيلمع تحت ضوء القمر. معرفش إزاي لسه عايش ولا إزاي وصلت للشط، بس اللي أعرفه إن الشنطة دي والجثة دي والدهب ده كانوا ملعونين، وأنا لو رجعت البحر تاني مش هلمس حاجة ألاقيها في الشبكة. البحر عنده أسرار، وأحيانا الأسرار دي بتكون أخطر من إننا نعرفها.